موضوعنا الرئيس النهاردة هيكون عن القمامة، وهي مشكلة ليست مشكلة إقليمية ولكنها مشكلة عالمية تعاني منها كل الدول. بعض الدول تقوم باستخدام هذه المخلفات وتكون ثروة بالنسبة لها، وتقوم بإعادة تصنيعها أو تدويرها كما يقولون ريكايسيل، لكن وده بيكون ثروة بالنسبة لها. لكن في بعض الدول ما زالت بتفكر جاهدة كيف تتخلص من هذه القمامة وتكون ليست ثروة بالنسبة لها بل نقمة. فبالتالي هناك طرق كثيرة جدا إعادة التصنيع تحويلها إلى سماد عضوي للأرض. الجديد هو استخدام دودة الأرض لأكل هذه القمامة، وهناك كثير من الدول المتحضرة قامت بهذا الموضوع زي الصين واستراليا وغيرها من الدول الأوروبية. هل يا ترى مصر قادرة أنها تستخدم ده؟ بالرغم أن هذا البحث أو هذا التفكير مازال في أروقة مجال البحث العلمي في مصر ومراكز البحوث الزراعية. متى يخرج إلى الحيز؟ هل مصر تستوعب هذا المشروع؟ وكيف؟ ما هي الإمكانات؟ هل ممكن كل الأمكنة في مصر تستخدمها ولا لا؟ ده اللي هنطرحه مع حضراتكم النهاردة.